مشاهدينا في كل مكان، طيب الله أوقاتكم. من الفضائية الإريترية من أسمر نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يزور إريتريا. المزارع توجد في وضع جيد بمدينة هيكوتا. سيمينار عن الحجر النباتي والحيواني في شامبيكو. زعيم بوركينا فاسو يعد باستعادة الأراضي من الجماعات المسلحة بحلول 2025. 18 قتيلا ومصابا بقصف إسرائيلي على مبنى سكني بدمشق. ورئيس وزراء المجر يستبعد أن تنتصر أوكرانيا في ساحة المعركة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أسمر مساء اليوم 9 من أكتوبر في زيارة عمل رسمية للبلاد تستغرق 3 أيام بدعوة من فخامة الرئيس إسياس أفورقي. وكان في استقباله بمطار أسمر الدولي الرئيس إسياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية. ويرافق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في زيارته للبلاد وزير الخارجية السيد أحمد معلم فقيه. وسيبحث رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود مع الرئيس إسياس أفورقي خلال زيارته لإريتريا كل جوانب العلاقات والتعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد حضر مراسم الاستقبال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. أوضح مسؤول قسم التنمية الاقتصادية في مديرية هيكوتا السيد هينوك تساقاي في إفادته لإرينا، أوضح أنه قد تم زرع 10,000 هكتار من مجمل 12,000 هكتار خطط لزراعتها في 12 إدارة ضاحية بالمديرية. 90% منها زرعت بالذرة و5% بالسمسم وال5% المتبقية بالدخن. وناشد المزارعين لمتابعة مزارعهم باستمرار حتى الحصاد لتجنب احتمالات ظهور الآفات الحشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وختم لقائه بتوصية الرعاة وعابري الطرق للانتباه إلى ترك النار دون إطفائها من أجل تجنب اندلاع الحرائق في مناطق الرعي الواسعة بالمديرية. وعبر المزارعون عن بالغ شكرهم للخبراء الزراعيين ولمؤسسة المواشي والغلال على توفير الجرارات والتي ساهمت في إنجاز عملية الحرث بنجاح. عقد قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة سيمينارا حول الحجر النباتي والحيواني للمزارعين والشركاء العاملين في مديرية شامبيكو. وأكد المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أهمية المحاضرة بشكل عام وخاصة للمواطنين في المناطق النائية والمناطق الحدودية. وقال خبير مراقبة الثروة الحيوانية السيد سعر أبراهام إن أنشطة المكافحة التي تم تنفيذها من خلال رفع الوعي العام والتنسيق مع الشركاء ساهمت بشكل كبير في الوقاية من الأمراض والآفات العابرة للحدود. وذكر خبير تنمية النباتات السيد حدش قبر مسكال الأضرار الكبيرة للنباتات والحيوانات ومشتقاتها والأدوية الحيوانية والنباتية وعلف الحيوان في سلامة الغذاء واقتصاد البلاد، داعيا المواطنين والمزارعين لإدراك ذلك بوعي عالي والعمل على مكافحته. وقال مسؤول قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة السيد حقوس قبر مريم إن من المهم إجراء المراقبة اللازمة تحسبا لوقاية الأضرار الكبيرة الناتجة عن دخول النباتات والمواشي ومنتجاتها إلى البلاد دون علم ومعرفة الجهات المعنية. وأكد المشاركون على أهمية الشرح المقدم وأوصوا بتنظيم محاضرات تنويرية مماثلة تركز على رفع مستوى الوعي. وأوضح مدير مديرية شامبيكو السيد كحسي أسرات أن الحجر النباتي والحيواني مهم للغاية ويرتبط بالحياة. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلعلو سيمينارا تنويريا حول القضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من العادات المتخلفة. تم في السيمينار شرح أضرار وتأثير زواج القاصرات وختان الإناث واحترام حقوق الطفل والمرأة وعواقب العادات الضارة على صحة المرأة والطفل. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد عبدو أن الهدف من المحاضرة هو زيادة الوعي وتصحيح المفاهيم والأفعال الخاطئة في المجتمع.
وذكر المشاركون ارتفاع وعيهم من خلال الحملات والمحاضرات الدورية، وسيساهمون في الجهود المشتركة للقضاء على العادات الضارة. وقال مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم إن العادات والظواهر المتخلفة تتغير مع مرور الوقت. في غضون ذلك نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلعلو دورة تدريبية لأعضاء لجنة سلامة الأمومة والطفولة تركز حول محاربة ختان الإناث وزواج القاصرات، هذا وقد هدف التدريب إلى تعزيز مساهمة المجتمع. فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وعد رئيس الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري باستعادة 30% المتبقية من البلاد من الجماعات المسلحة والخاضعة لسيطرتهم. صرح تراوري بذلك في مقابلة بمناسبة الذكرى الثانية لوصول الحركة الوطنية للحفظ والنهضة إلى السلطة. وأشار الزعيم البوركيني إلى أن التجنيد الإجباري ل30 ألف شخص آخر سيسمح فقط بطرد المسلحين من الأراضي التي احتلوها، على الرغم من أن الأمطار الآن تعيق هجوم الجيش. كما أعلن تراوري عن اقتناء معدات عسكرية أكثر تقدما ب10 مرات لجيش البلاد. وقال تراوري أيضا أن الهجوم على بارسالوغو الذي قتل خلاله الإرهابيون مئات السكان المحليين الذين كانوا يحفرون الخنادق كان يهدف إلى إلحاق الأذى به شخصيا. قتل 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على بناية سكنية بمنطقة المزة في دمشق. وأضاف المصدر أنه نتيجة الاستهداف أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، ولا يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام سوريا بأن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، دون ذكر تفاصيل عن الهدف الذي طالته وسط أحاديث عن عملية اغتيال لشخصية لم يتم تحديدها. وأضافت أن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد في حي المزة. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في ساحة المعركة، ودعاها إلى بدء التفاوض لإنهاء النزاع. وأكد أوربان ردا على سؤال من وسائل الإعلام الأوكرانية في مؤتمر صحفي في ستراسبورغ بالقول: إذا لم تتمكن من تحقيق النصر في ساحة المعركة فعليك التواصل والتفاوض وإبرام هدنة. وأشار أوربان أيضا إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تعد غبية وغير ناجحة، لذا فإن هنغاريا تبحث عن أشخاص ذوي تفكير مماثل لإقناع بروكسل بتغيير هذه الاستراتيجية. وكشفت مصادر مطلعة أن الميجر أكدت أنها ستعيق خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض بقيمة 35 مليار يورو لدعم اقتصاد أوكرانيا المتضرر من الحرب حتى انتخاب الرئيس الأمريكي القادم في 5 نوفمبر. وتتضمن خطة القرض المقترحة من المفوضية الأوروبية استخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لسداد الأموال المقدمة لكييف تدريجيا، مما يعفي خزائن الاتحاد الأوروبي. أظهر تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن مستوى الأنهار حول العالم انخفض خلال 2023 مقارنة مع أي وقت مضى خلال 30 عاما الماضية. وأوضح تقرير المنظمة أن مستويات المياه عالميا خلال ال5 أعوام الماضية كانت أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل. وأرجع الانخفاض في مستويات المياه إلى التغير المناخي الذي فاقمته ظاهرة النينيو المناخية التي
تحدث طبيعيا كل عدة عوام وتؤثر على هطول الأمطار حول العالم. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق، كما فقدت الأنهار الجليدية ثلوجا بصورة أكبر مقارنة بما لا يقل عن 50 عاما. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يزور إريتريا. المزارع توجد في وضع جيد بمديرية هيكوتا. سيمينار عن الحجر النباتي والحيواني في شامبيكو. زعيم بوركينا فاسو يعد باستعادة الأراضي من الجماعات المسلحة بحلول 2025. 18 قتيلا ومصابا بقصف إسرائيلي على مبنى سكني بدمشق. ورئيس وزراء المجر يستبعد أن تنتصر أوكرانيا في ساحة المعركة. مشاهدينا في كل مكان، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.